متع بخبرة كبيرة بالنسبة لمادلي، أول مباراة يديرها للبلوز. مارتن يعطي التعليمات لدفاع ستيكلنبرغ الذي يتمتع بخبرة كبيرة جدا. ويليان على تنفيذ الكرة الثابتة المخادعة باتجاه المرمى كالمعتاد كما يفعل عادة ويليان، لكن أيضا في الانتظار كاهل تيري إيفا فالكاو والبقية. محاولة لتشيلسي بعد 10 دقائق. ويليان يلعب كرة، يا سلام يا ويليان، مخادعة من البرازيلي جميلة، وضعها في مقتل الكرة التي توجهت إلى المرمى. مخادعة من ويليان، ضربة معلم يا ويليان. أصبحت كرة ثابتة في غاية الخطورة، ينفذها بكيفية ذكية جدا. ويليان يتنفس مورينيو الصعداء. هيا بكم يا رفاق، ماذا أصابكم؟ هل نقف مكتوفي الأيدي وننظر لهم ينتصرون؟ نحن تشيلسي لا نرضى إلا بالقمة. يضعونهم دائما تحت الضغط، لأنه في أي لحظة راميريز من الممكن يحصل على إنذار ثاني ويترك مكانه في مباراة اليوم. المتبقي على نهاية الشوط الأول دقيقتين أمام ساوثهامبتون لإدراك التعادل. دقيقتين طويل الكرة للأمام، محاولة في مكان خطير، تحضير باتجاه ديفيز. هدف التعادل لساوثهامبتون. الله على جراسيانو بيلي، تحضير كرة في منتهى الروعة. شوفوا اللقطة من فونتي ونبيلي، محطة فضائية القادم من الخلف. ديفيز قوية، ديفيز في زاوية صعبة. ساوثهامبتون يضرب بقوة، يتعادل. الله على محطة فضائية بالصدر. هياها، كانوا يحتاجون إلى أقل من دقيقتين لكي يتعادلوا، فعلوها وتعادلوا، وكأنهم قاموا بعمل وجبة اندومي، اسمح لي القول ذلك. بيلي أمام تغطية وتدخل، ثم عودة بالخطأ من جانب ويليان. يستعيدها ساديو ماني، يغيرون اتجاه اللعب إلى بيرتراند. قلت أنهم عندهم الآن يطمعون في وضعية تشيلسي، عندهم التعادل، ولكن ربما حتى يريدون أكثر أكثر من التعادل نفسه. البحث عن الانتصار بالنسبة لساوثهامبتون. تعادل مع بيلي حافظ على كرة تتحرك من جانب ماني. عدى ماني، وسجل الثاني. الله يا ساوثهامبتون، قلت أنهم طمعوا في تشيلسي، لا يريدون نقطة واحدة، يريدون تشيلسي بأكمل اليوم، يريدون 3 نقاط بأكملهم. ماني، شوارع تؤدي إلى مرمى تشيلسي، شوارع خالية يتمشى فيها الصغير قبل الكبير. هذا ما يحدث يا كبير. نعم يا تشيلسي يا كبير. كومان فعلها كما توقعت. كومان يريد استغلال تشيلسي اليوم. ساديو السريع مع تاديتش لبيلي. الله على ساديو ماني. ماني المرتدة، انطلاقة سريعة. وين بيلي؟ هناك بيلي في الانتظار. ضربة قوية صعبة قاسية. ضربوهم، قتلوهم، نحروهم من الوريد إلى الوريد.